القرآن كل يوم وإلى الآن ما تعرف معاني هذه الرموز؟ شاهد هذا الفيديو الأخير وأضمن لك بإذن الله إنك ما عاد تنساها أبدا. خلينا نبسطها مرة، أعطيك هي على طريقة إشارات المرور: أخضر أصفر أحمر. أول شيء علامة لا، هذه الكلمة إذا شفتها الإشارة خضراء يعني لا تقف أبدا، أمشي سيدي على طول، أمشي لا توقف أبدا، لأنه لو وقفت حيخرب المعنى. ثم تأتي هذه العلامة صلة، وهذه تعني أن الوصل أولى مع جواز الوقف، يعني هذه حتكون ما بين الإشارة الخضراء وما بين الإشارة الصفراء في النص، فهي أقرب للخضراء، فإذا شفتها أمشي سيدة ولو وقفت عادي. العلامة التي بعدها وهي علامة الجيم، وهي تعني جواز الوقف، يعني الإشارة صفراء، تبغى تمشي تمشي، تبغى توقف وقف على راحتك. العلامة اللي بعدها وهي قلة، وهي تفيد بأن الوقف أولى، وهذه تكون ما بين الإشارة الصفراء والإشارة الحمراء في النص، يعني هذه الأفضل أنك توقف، لو كملت عادي، لكن الأفضل عشان المعنى يكون أجمل إنك توقف. العلامة الخامسة وهي علامة الميم الأفقية، وهذه تعني إشارة حمراء، يعني لازم توقف، لأنه لو ما وقفت حيخرب المعنى تماما، فعلامة الميم هذه يعني لازم توقف واجب. باقي علامتين وهي تندرج تحت الإشارة الحمراء. العلامة الأولى هي علامة السين، وهي تعني سكتة لطيفة بدون ما تاخذ نفس، زي اللي في سورة المطففين، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، يعني ما أخذ نفس، ما أقول كلا بل ران، لا ما تاخذ نفس، كلا بل ران على قلوبهم، هكذا. والآن ننتقل للعلامة الأخيرة وهي علامة الثلاث نقط فوق بعض، وهذه إذا شفتها أكيد حتشوف واحدة ثانية جنبها، وهذه تفيد بجواز الوقف على أحد الموضعين وليس كليهما، يعني يا تقف على الثلاث نقط الأولى يا تقف على الثلاث نقط الثانية. وأعطيك عليها مثال من سورة المائدة، قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو تقول: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فلو تلاحظوا هنا الآن صار عندنا معنيين، يا أنك تقول إنها محرم عليهم وهم حيكونوا 40 سنة يتيهون في الأرض، أو إنه التحريم اللي هو محرم عليهم حتكون محرم عليهم 40 سنة، لكن ما ينفع نوقف على الموضعين مع بعض.